تكاليف الدراسه ما عندكش، باش تشري مقلمه ما عندكش، كيفاش وليتي تروحي تدربي، كيفاش تروحي للقاعه؟ والله بالنسبة لي أنا كانت حواجز، والحواجز تولي الدوافع. كان كل حاجز ليا دافع. اللي بالك أنا كنت نسكن في ذي القرية صغيرة، كنت نروح نبيع الخبز في الطريق اللي باش نوفر الأموال باش أنا نتنقل من القرية هذيك للقاعة الرياضية. كذلك احنا صغار كنا نلمدوا الأواني والحديد والبلاستيك ونبيعوهم باش نوفروا الأموال. أنا غير دخلت رياضة الملاكمة وليت نحب نوفر مع اللي الدخل تاع الوالد ما كاش، والأم عاطينا نعاون ماكثة في البيت، وانا كبيره في الدار في الاخوه تاعي، تما كنت نوفر، لازم نوفر ليا روحيا، نوفر تكاليف ومصاريفك بنفسي. كنت نبيع الخبز في الطريق، كنت نبيع كما قلت لك البلاستيك الحديد باش نروح نتدرب. جاء اليوم الذي توج هذا المجهود واصبحت بطله للجزائر. في البدايه كيف كان شعورك؟ والله شعور لا يوصف. بالك ذقت طعم الانتصار. صح تكون صغير وصح تكون ما على بالكش بزاف صوالح، بصح كي تكون جوزت مراحل باش وصلت باش تنجح يبان لك الضوء في حاجه واحده. انا ذاك انا في تلك البطوله الوطنيه وين بانت لي اضاءه صغيره، طيف من النجاح في اخر طيف من النجاح كما راك تقول يوسف. ومن ذيك البطوله بالك تفائلت، كانت ليك حافز وطمحت. كان لي حافز كبير وكبير كبير بزاف، وطمحت انه انا يمكن اني ننجح في يوم من الايام.